بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يا جماعة أخوكم مدحت من قناة أبواب الأساس الراقي. النهاردة يا جماعة احنا هنوريكم تفصيلة قلب دولاب، حاجة مميزة وحاجة جميلة يا جماعة وعملية. قبل ما تكون هي مثلا احنا ممكن نعمل تقسيمات ونعمل فيه مهرجان في قلب الدولاب، بس احنا بنعمل الحاجة العملية يا جماعة اللي تناسب جميع الأذواق. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة متنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة يا جماعة وتدعمونا، عشان زي ما قلت لكم عايزين نوصل ل 1000 مشترك. وقفوا معانا يا جماعة. زي ما انتم شايفين ده يا جماعة قلب الدولاب. زي ما انتم شايفين ده 1 2 3 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7 ادي 8 ادي 9 ادي 10. دولت 10 ترفف يا جماعة. غير الرف ده طبعا دي شماعة متحركة يا جماعة. منها يا جماعة بنستخدمها للساعات، للبرفانات، للاكسسوارات بتاع المدام. زي ما حضراتكم شايفين عمليه وحاجه جميله. طبعا بعد التشطيب يا جماعه الاوضه دي لسه خشب ابيض. بعد التشطيب دي بيبقى فيه هنا ماسوره بيطلع فيها طبعا الحاجات الخفيفه بتاع المدام، بتبقى بشكل جميل وحاجه ممتازه برضه. دي يا جماعه الايه؟ الشماعه بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين الرفوف بتاعتنا كلها متقسمه بطريقه كويسه وعمليه. هنا احنا مش سايبين البحر كبير، احنا هنا حاطين كمان رف بحيث ان اللي تحط حاجه هنا تحطها براحتها واللي تحط حاجه هنا تحطها براحتها. وزي ما انتم شايفين معانا برضو البرواز على كده. البرواز ده يا جماعه البرواز اللي بنلبس فيه. زي ما انتم شايفين احنا بنفتح البرواز بكل سهوله عشان كله يكون فاهم يا جماعه. البرواز ده يا جماعه واخد زاويه معانا ان انا هو يبقى بالطريقه دي، لان هو لو داخل عدل وجيت فتحت مش هتشوف حاجه فيه. زي ما انتم شايفين يا جماعه الخشبه من جوه مسلوبه من تخين لرفيع. كده احنا بنوضح لحضراتكم البرواز اهو. ده يا جماعه بيديني طبعا بلون تاني، بتقف قدامه وبيجيبك من اولك لاخرك بتلبس فيه، حاجه جميله وحاجه ممتازه. ماشي يا جماعه؟ ده البرواز. نيجي بقى يا جماعه للخزنه. دي يا جماعه الخزنه الايه؟ السريه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين احنا شارحين للجميع. خزنه جميله يا جماعه وحاجه زين وحاجه ممتازه وفوق الوصف. زي ما انتم شايفين يا جماعه ده الدرج بتاعها، حاجه نظيفه، حاجه الف الالف. تمام؟ حاجه جميله. واللي تحت برضو يا جماعه ده درج جميل. زي ما انتم شايفين يا جماعه دول اضراب فيهم اماكن سريه برضو لازم نوضحها لحضراتكم. زي ما انتم شايفين احنا كده شلنا الدرج. تمام؟ هنجيب الدريل الجميل بتاعنا ونجيب لحضراتكم. بنفتح يا جماعه المسمار ده من الجامعه. تمام؟ كده دي مكان برضو سري يا جماعه. بنتكي كده يا جماعه بتطلع لنا بالطريقه دي. نفتح. عندك يا جماعه الجنب ده كله هو، تعالوا بالموبايل كده. الجنب ده كله يا جماعه مقفول زي ما حضراتكم شايفين من اوله لاخره. عايز بقى تحط اوراق مهمه، تحط فلوس، تحط اي حاجه، وبنروح قافلينها بالطريقه دي. كده اتقفلت معانا يا جماعه. عايزين نثبت عليها طبعا عشان ايه؟ ننساها خالص، عشان حتى ما فيش اي حد ياخد منها. ده مسمار يا جماعه بورمه بنربطه بنفك عادي، اي حد يربطه بنفك ونروح رابطينه كده يا جماعه. كده احنا ربطناها يا جماعه خلاص. انسى، ولا حد يعرف يفتحها ولا حد يعرف يجمدها. نيجي بقى كده يا جماعه لايه؟ للمكان السري التاني. طبعا يا جماعه ديت مكان سري برضو، ودي الاخرى مكان سري نفس الوضع عشان حضراتكم تبقوا معانا. نيجي يا جماعه تحت كده. دي الخزنه يا جماعه بقى السريه الداخليه. نفتح زي ما حضراتكم شايفين كده معانا. الدكه بتاعتها اهيت كانت مقفوله اهي. نفتح يا جماعه الخزنه، مساحتها كبيره من جوه يا جماعه، داخليه وجميله وممتازه. معاك ذهب، فلوس بقى لغايه 300 400 الف جنيه، مليون جنيه هتاخدها. بس مليون جنيه يكونوا ميتينات يا جماعه عشان ما اضحكش عليكم برضه. انا حطيت فيهم مليون وهم يا دوبك خدت مليون ميتينات. ماشي يا جماعه؟ وبنقفلها حاجه زي الفل وحاجه جميله. قفلنا كده الخزنه بتاعتنا. نرجع يا جماعه نحط دراجنا اهيت. الحراميه يا جماعه ما يتفرجوش على الفيديو عشان الزبون ما يقولش انت ايه عرفت الدنيا تتسرق ازاي. ونركب الدرج التاني يا جماعه. زي ما حضراتكم شايفين حاجه زين وحاجه الف الالف، مستنفره وتحفه، حاجه جميله وزي الفل. ده طبعا يا جماعه اللي في النص ده الكومودينو. تعالوا برضه ما نوريهمش. زي ما انتم شايفين يا جماعه ده وش درج وفي درج تاني سري وراه. حاجه ممتازه وحاجه جميله. يا ريت يا جماعه لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش يا جماعه باللايك والشير
والاشتراك في القناة يا جماعة، تدعمونا، عايزين نوصل ل 1000 مشترك. سلام.